ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتناول قضية الشباب الإريتري بين الأمس واليوم. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد عبد الله محمد سعيد داعية المعروف، وأرحب بكم أيضا. مشاهدي الأكارم، لا أريد أن أطيل في مقدمة من هم الشباب، فسأترك ذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الله، لكن هذا الموضوع بصراحة من الأهمية بمكان، لأنه يتحدث عن شباب إريتريا، شباب إريتريا الذين ساهموا في استقلال إريتريا وحاربوا وقاتلوا، شباب إريتريا الذين هم قوتها وعمدتها، شباب إريتريا الذين هم المستقبل. فأي مربع هم حاليا، وماذا كان تاريخهم قبل الرابطة الإسلامية، وماذا كان دورهم في الجبهات، وأين هم الآن، وماذا ينتظر الشعب منهم. هذا الموضوع في الحقيقة لا يكفيه حلقة ولا حلقتان ولا ثلاث، بل هو برنامج مستقل ينبغي أن نناقش فيه هذه القضية الكبرى مع شباب الداخل وشباب الخارج. فباسمكم جميعا أكرر الترحيب بفضيلة الشيخ محمد عبد الله، وأقول: من هم الشباب؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نبارك لقناة سلام انطلاقتها الجديدة عبر القمر الجديد، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نشكر الله جل جلاله. ثانيا الشباب، المقصود بالشباب مرحلة الشباب تعتبر هي مرحلة عمرية من مراحل عمر الإنسان. فالإنسان يمر في حياته بثلاث مراحل: ضعفين وبينهما قوة. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة، هذه المرحلة تعتبر مرحلة ضعف، يولد الإنسان ثم يبدأ يتدرج قليلا قليلا حتى يكبر، حتى يصل إلى المرحلة التي نتحدث عنها، ثم يستمر هكذا حتى يتعدى ثم يدخل إلى المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الشيخوخة، مرحلة الهرم والكبر. فمرحلة الشباب هي أهم مرحلة من مراحل الإنسان. فالإنسان إذا وصل من سن، إذا افترضنا من سن 15 سنة إلى سن 50 أو فلنقل إلى 40، هنا هذه المرحلة تسمى مرحلة الشباب. وهذه المرحلة هي المرحلة الذهبية، وهي مرحلة القوة والفتوة، المرحلة التي يستطيع الإنسان أن ينشئ فيها نفسه ويكون فيها مستقبله
ويستطيع أن يعمل فيها لدينه ودنياه، فهي أهم مرحلة عليها الركيزة. الطفل الصغير لا يعول عليه كثيرا، والشيخ الهرم هو في مراحله الأخيرة يعتريه الضعف ويعتريه الكبر، فبالتالي الاعتماد الكلي هو على مرحلة الشباب. فهذه المرحلة هي المرحلة الأهم في حياة الإنسان، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، يعني منوها على هذه المرحلة ومنبها على أهميتها. يعني هذا مختصر ما يقال في الشباب. طيب بارك الله فيكم شيخنا. شباب إريتريا لو تحدثنا عنهم من حيث العموم، نريد أن نتحدث من حيث العموم ثم سنتحدث بالتفصيل. من حيث العموم يعني في ذكائه، في همته، في عقله، في يعني طبيعة الشاب الإريتري. هل هو من الشباب الكسالى مثلا؟ هل هو من الشباب اللي معلوماته ضعيفة؟ أو لو نتحدث في هذا المجال أعتقد أنه سنستفيد منكم شيخ محمد عبد الله. إذن قبل أن ندخل في الشباب الإريتري، أنا أحب أن أنبه إلى يعني عظم، يعني أنا أريد لماذا نحن نتطرق إلى الشباب؟ نحن نتطرق إلى مرحلة الشباب لأنها مرحلة في غاية الأهمية. يعني واعلم أن أي أمة مرتكزها وبناء نهضتها قائم على الشباب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مراحله الدعوية وفي جهاده في سبيل الله كان يعتمد على هذه المرحلة اعتمادا كبيرا. جميل، هذه أنت وضحتها في البداية. أريد أن أنبه عليها لأنه بعض الناس يعتقد أنها يعني مرحلة عابرة، وأنا أعتقد أنها مرحلة أهم مرحلة في حياة الأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ذكر العمر، قال عن عمره فيما أفناه، ثم ذكر قال وعن شبابه فيما أبلاه، مع أنه مرحلة الشباب هي مرحلة عمرية، ولكن لأهمية مرحلة الشباب تطرق إليها النبي عليه الصلاة والسلام. الشباب الإريتري، أيوة، الشباب الإريتري حقيقة، وإن كنت أنا يعني قد يكون فيه يعني في شهادتي يعني كلام، ولكن حقيقة الشاب الإريتري بشهادة من وصل إليه الشاب الإريتري أن الشاب الإريتري شاب ذكي، شاب نشيط، وشاب قوي، وشاب مهذب، وشاب نقي، ويمكن أن يعتمد عليه في أي عمل يعني تريد أن تنهض به. فالشاب الإريتري منذ أن عرفت نفسي في إريتريا، الشاب الإريتري هذه طبيعته. قليل ما تجد في الشباب الإريتري الكسول البطال. الأصل في الشاب الإريتري الهمة والنشاط والقوة والحيوية. ولذلك الجبهات التي أقيمت لتحرير إريتريا كانت قائمة على الشباب الإريتري. يعني أنا جمهور المقاتلين الإريتريين كانوا شبابا. يا سلام. وحتى الاعتماد حتى في الوقت الحالي من قبل النظام هو على الشاب الإريتري. فبالتالي الشاب الإريتري لو سألت عنه في أي رقعة من رقاع العالم ستجد أنه يعني مقبول. يعني تجد، أنا ذهبت في بعض الدول سمعة الشاب الإريتري براقة. يا سلام. مقبول، وإن كان طبعا يعني يعتريه ما يعتري الشباب، إلا أن هذا الأصل في الشاب الإريتري. جميل. طيب دعنا نتحدث عن الشباب الإريتريين أو الشباب الإريتري إن صح التعبير قبل الاستقلال، من حين أنشئت الرابطة الإسلامية التي كان يقودها إبراهيم عبد القادر كبيريه رحمه الله، وإبراهيم وسلطان، وكذلك غيرهم من القيادات كعثمان صالح سبه رحمه الله أيضا، وغيرهم من القيادات. كما تفضلتم في كلمتكم أن معظم الذين كانوا مع هؤلاء هم الشباب، بل نستطيع أن نقول 90% هم شباب. نعم. كيف كان أولئك الشباب في تلك الفترة من حيث انضباطهم وشجاعتهم وإقرارهم، وإذا كان لديكم مواقف في ذلك مثلا؟ بطبيعة الحال إذا ذكرنا شباب الرابطة الإسلامية، يعني من أكثر ما كان يميز هؤلاء الشباب
التزامهم بالأنظمة التي كانوا ينظمون من خلالها. عادة الشاب يعني يريد أن يتحدث، يريد أن ينفتح، يريد أن يتكلم، ولكن ما كان يميز هؤلاء الشباب أنهم كانوا يلتزمون بأنظمتهم الداخلية وبالسرية التامة. لأنه تعرف مثل هذه المنظمات يعني في الغالب هي محاربة، فبالتالي إذا لم يكن شبابها يلتزمون بالسرية ويلتزمون بالأنظمة التي ينظمون بها، ستجد أن يعني ضياع هذه المنظمات سيكون أقرب من إنشائها وإكمال رسالتها. ولكن هؤلاء كانوا يعني يلتزمون بالأنظمة التي كانوا. طبعا أكثر ما كان يميز هؤلاء الشباب انضباطهم في صلواتهم، انضباطهم في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. أنا طبعا أعرف بعض الشخصيات بدون ذكر أسماء، أعرفهم يعني معرفة وبيني وبينهم قرابة، كانوا يذكرون لنا ما مدى يعني التزامهم وانضباطهم بهذه الأمور وانتمائهم الكبير لهذا الدين الإسلامي. لذلك لما أنشئت هذه المنظمة سميت الرابطة الإسلامية يعني اعتمادا على أنهم مسلمين. فبالتالي أكثر ما كان يميز هؤلاء الشباب أنهم كانوا يلتزمون بتعاليم الإسلام، وكانوا يلتزمون بالتنظيم الذي كانوا يعني ينظمون به في هذه المنظمة. هذا جميل. كذلك الأحزاب الوطنية التي صدرت أيضا بعدهم، يعني كجبهة التحرير وجبهة شعبية وجبهة سبة، هذه كلها أيضا الشباب كان لهم دور فيها. لو تحدثنا عن هذا حتى لا يفهم المشاهد أننا نريد الآن فقط رفع الشباب الإسلامي الإريتري، وإنما هو الشباب في العموم إريتري، الشباب الإريتري في العموم سواء كان مسلم أو مسيحي نصراني. وإن كنا لا نحبذ ولا نؤيد، ولم يسرنا أن نتفرق هكذا الجبهة الشعبية وجبهة التحرير، إلا أن شباب الإريتري في هذه الأحزاب كان له دور كبير. بل معظم القيادات الموجودة في هذه الجبهات إذا رجعت إلى التاريخ ستجدها من فئة الشباب. ولا يمكن لأي منظمة ولأي جبهة تعتمد على كهولها وتترك شبابها أن تستمر أبدا. ولذلك من أسباب استمرارهم إلى آخر رمق كان وجود العنصر الشبابي، وجود قيادات ويعني تنظيم صف أول وصف ثاني وصف ثالث حتى ينوب بعضهم عن بعض. هكذا كان الشاب الإريتري، وهكذا كانوا ينظمون. كانوا في المدن التي يعني تسيطر عليها الحكومة الأثيوبية كانوا ينظمونهم سريا، وكان الذي يتولى هذه الأمور هم الشباب. الفدائيين الذين كانوا يدخلون لإجراء بعض عمليات الاغتيالات وما شابه كانوا من فئة الشباب. التنظيمات الاستراتيجية وما إلى ذلك ستجد أن معظم من كان يشتغل عليها هم فئة الشباب. فلذلك الشاب الإريتري في أي جبهة كان، سواء ذكرنا الرابطة الإسلامية أو غيرها من التنظيمات، المقصود به بالعموم الشاب الإريتري إذا وجد قيادات حكيمة، شاب منضبط، يمكن أن تنشئ من هؤلاء الشباب قيادات عظمى تقود ليس إريتريا فقط، بل ممكن أن تقود زمام العالم. ولكن طبعا تعرف الظروف التي يعيش فيها الآن الشاب الإريتري، يعني أوصلته إلى الشتات وإلى الضياع وإلى عليه. ما إلى ذلك سنأتي عليه. نحن الآن نتكلم عن التاريخ العريق والتاريخ المجيد، تاريخ مشرف المشرف. نعم، تاريخ الشاب الإريتري تاريخ مشرف. يعني حقيقة أنا أذكر في السودان كان القيادات التي كانت تحاول تنظيم الشباب ويعني انخراطهم في سلك جبهة التحرير أو الجبهة الشعبية وغيرها، كانوا فئة الشباب هم الذين كانوا يتولون استقطاب كافة الشباب الإريتري حتى ينخرطون في هذه طيب لو المنظمات. تحدثنا شيخ محمد عن حب الشباب لوطنهم، حب الشباب لوطنهم. طبعا إذا كنت تقصد الشاب الإريتري الذي ولد في إريتريا وربما نشأ فيها قليلا، فلا شك أنه يعشق إريتريا، ليس مجرد حب. أنا أقصد الشباب في التاريخ، لا أقصد شباب اليوم. لا شك. سأتحدث عن شباب اليوم
ولكن أنا أتحدث كيف كان الشباب في التاريخ يا أخي ذلك الوقت. أنا أذكر أن بعض الأسر كان الشاب وهو منعم في بعض البلدان وفي وظيفة مرموقة وقدر مرموق يترك وظيفته وبيته ويقول أنا سأذهب أناضل من أجل بلادي. صحيح. هل حدث هذا فعلا؟ كثير. حدثنا. كثير. يعني سبحان الله، طبعا كل في تخصصه. طالما أنه نشأ في إريتريا وشرب من مائها استظل تحت أشجارها، إلا أنه مهما ذهب إلى أي بلد ما ستجده يحن إلى بلاده. وبمجرد ما يعرف أن وجوده في هذه الفترة له أهمية، سواء كان طبيب أو مهندس أو أيا كانت مهنته، ستجده يحن. وكثير منهم عاد إلى إريتريا وانخرط في هذه الجبهات، وكانوا في الميدان كانوا يقومون بعمليات جراحية دقيقة. جراحين إريتريين، لم يأتوا بجراحين أجانب، لا، إريتريين كانوا. ما الذي يدعو هذا الشاب أن يترك أمريكا وكندا وأوروبا ثم يعود إنما هو عشقه لتراب وطنه، فتجده له انتماء عظيم. فبالتالي ترك هذا الترف الذي كان يعيش فيه، وآثر أن ينام على التراب ويأكل الخبز الجاف على أن يخدم في هذه الفترة وطنه. وبالفعل كثير منهم قتل، وكثير منهم منهم من بتر قدمه، ومنهم من بتر يده، ومنهم من فقئت عينه في سبيل هذا الوطن العريق. ما هي النتائج التي حققها الشباب الإريتري في التاريخ؟ أهم إنجاز للشاب الإريتري أو للشباب الإريتري هو الحرية. جميل. يعني كونهم أثبتوا اسم دولتهم. نعم. أثبتوا استقلالها، حصلوا على استقلالها، واجتهدوا قدر المستطاع حتى وصلوا إلى هذه المرحلة التي نحن الآن نراها. أليس كذلك شيخ؟ نعم. طيب، دعنا الآن نتحدث عن شباب اليوم بعد أن حصل على الاستقلال وحصل على دولة معترف بها وعلمها يرفرف في الأمم المتحدة. الآن شبابنا الإريتري الذي أنت وصفته بأنه ذكي نشيط قوي مهذب نقي، أين هو؟ والله لعل الحاضر قد يكون حاضر مؤلم بالنسبة للشاب الإريتري. الشاب الإريتري حتى من كان بالداخل، الآن كثير من الشباب الإريتري خارج إريتريا، يهرب من وطنه، يهرب من التجنيد، يتعرض للموت في سبيل أن يخرج من وطنه. وإذا خرج تجده مشرد في كافة أنحاء العالم. أنا لا أريد أن أذكر بلاد، ولكن في بعض البلاد الوضع صعب جدا. لشاب إريتري يمكن أن يكون نهضة لهذا الوطن، الآن مشرد في كل مكان. أنا أتحدث لمن كان بالداخل. الشاب الإريتري الذي نشأ في الخارج، وهذا أيضا يؤسف أن انتماءه لإريتريا انتماء ضعيف، بسبب أنه لا يعرف من إريتريا إلا اسمها فقط. ربما بعض الأسر تأخذ أولادها وتزور إريتريا، ولكنها زيارات عابرة. هو ينتمي إلى البلد الذي نشأ فيه، هذا إذا كان البلد الذي نشأ فيه يعترف به. في بلاد أوروبا وأمريكا هم أمريكان وكنديين وأوروبيين، فلذلك انتماؤه لتلك البلاد. أنا أذكر أحد الإخوة في دولة أوروبية يقول أن أولاده قال لأولاده: ما رأيكم نذهب إلى إريتريا؟ قال: إريتريا أنتم عندكم مشاكل، حروب، نحن وطننا هذا الوطن، هذا البلد. مع الأسف. هكذا يقول. هذا المؤسف. ولو ترى في بعض الدول ستجد أن أولادهم وإن كانوا نشأوا في تلك البلاد، إلا أن انتماءهم
لأوطانهم لأنه يوجد رابطة بينهم وبين وطنهم. ولكن للأسف الآن الرابطة التي يمكن أن تكون موجودة الآن أكاد أن أقول أنها بترت، بل أنهم لم تنشأ عندهم رابطة حتى تبتر، لم تنشأ أصلا بالنسبة للخارج. أما الذين كانوا في الداخل خرجوا هروبا من الأوضاع الصعبة التي تعيشها الآن إريتريا بدون تفاصيل. فلذلك أنا أقول يعني معاناة الشاب الإريتري معاناة كبيرة. ويؤسفني أيضا أن أقول أن بعض الفئات الشابة في إريتريا من الإريتريين في خارج إريتريا وضعهم لا يسر، يعني لا هم يعني لا يمكن أن تعتمد على مثل هؤلاء، لا انتماء لوطن ولا انتماء لدين، أنت لا تعرف هو في على أي شاكلة، ضياع، ربما مخدرات، ربما خمور، ربما نساء، ضياع شتات غريب ولا يليق أبدا بالشاب الإريتري أن يكون على هذه الشاكلة. ولكن للأسف هذا اللي موجود الآن بسبب ربما بسبب غياب التوجيه والإرشاد. لأنه إذا لم يكن عندنا قاعدة نرتكز عليها يوجه بها الشباب لا يمكن أن يوجه هؤلاء. كان في بعض البلاد يوجد مثل هذا، ولكن حتى هذه البلاد أصبح فيها مضايقات، فتشتت الإريتريون في كل مكان، ومنهم الشاب الإريتري، فلا تجد له لا لون ولا طعم ولا ريح إلا من رحم الله. طبعا لا نريد أن نعمم، والحمد لله لا يزال في فئة من شباب الإريتريين يعني تشتد إعجابك بهم، أقوياء كما عرفناهم وانتمائهم لوطنهم حاضر، ولكنهم أنا أخشى أن أقول أنهم الفئة الأقل، وهذا يعني مؤسف والله المستعان. طيب هؤلاء الشباب اللي ذكرتهم ووضعهم صعب، من المسؤول عنهم؟ وبالتحديد أنا لا أريد أن أوجه التهم على النظام فقط، لا، نظام سيتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل، ولكن هل فعلا النظام وحده هو المسؤول؟ لا. من المسؤول؟ يفترض على أي أمة أن يكون عندها ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني. جميل. بكافة يعني أطيافها. جميل. إذا جينا من النواحي الدينية الشرعية، يفترض على الدعاة أن يكون عندهم الأولوية الأولى هو توجيه هؤلاء الشباب. المؤسسات المجتمعية التي تعنى بالمجتمع ونهضة المجتمع يفترض أن يكون عندها أنشطة وبرامج لتوجيه هؤلاء الشباب. نحن كإريتريين يعني من أكبر المشاكل التي نعاني يعني من قلة الائتلاف فيما بيننا، يعني على قلة أعدادنا، إلا أننا نأتي في مكان وأعدادنا قليلة، نكون 3 4 5 فرق، وجهودنا تصبح مشتتة. فبالتالي الذي يحصل في النهاية إيش؟ اللي يضيع هؤلاء الشباب. يفترض علينا نحن أن نلم شتاتنا وأن نجتمع وأن نتحد، ثم نخرج برامج لتوجيه هؤلاء الشباب. يكون عندنا برامج مرحلية، برامج مستقبلية لتوجيه هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب هم عمدة إريتريا. طيب جميل. هل في الساحة يوجد من المجتمعات المدنية، مؤسسات المجتمع المدني، ممن تخصص في توجيه الشباب؟ يعني مثلا واقعنا اليوم عندنا الحمد لله مئات من المؤسسات الخيرية، سواء كانت التي سجلت كمؤسسات سودانية وتعمل في جانب الإريتريين، أو التي سجلت كمؤسسات إريترية في أوروبا وأمريكا. الكل حقيقة يجتهد في البرامج الإغاثية. نعم. لكن برامج توجيه الشباب حسب علمي القاصر لم أقف على جمعية واحدة تهتم بتوجيه وتربية الشباب. لا أدري إذا كان لديكم علم في هذا. أنا عندي علم صغير للأسف. يعني كما قلت المؤسف طبعا هو ليس بمؤسف يعني 100%، ولكنه يعني هناك إغفال لهذا الجانب الأهم. يعني هناك عدة مؤسسات خيرية للإغاثة، وهذا شيء جميل،
ولكن يفترض أن يكون هناك أيضا مؤسسات لتوجيه هؤلاء الشباب أو لتوجيه المجتمع على العموم. أنا أعرف في فئة إخواننا في عفر عندهم بعض البرامج يعني مهتمين بهذا الجانب. مؤسسة مستقلة في توجيه لا ليست الشباب؟ مستقلة، ولكن بجانب الإغاثة على الأقل كل عندهم المؤسسات اهتمام. عندها يا شيخ محمد، كل المؤسسات يقول لك عندنا لا جانب ضعيف ربما، لا لكن يكاد يقول لك يمكن. إقامة دورات توجيهية للشباب، إقامة مش عارف، هذا موجود. أنا أتكلم عن يوجد أنتم ذكرتم أهمية الشباب وأنهم القوة. نعم. في مثل هذه القوة التي أولاها الإسلام، مقابلها هل توجد فعلا مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالشاب، تهتم بتعليمه، تهتم بتحصينه وتزويجه، تهتم بحقوقه؟ يعني الآن يعني حصلت حروب في إريتريا، حرب بادمة راح ضحيتها بإعلام من الدولة رسميا أكثر من 19,000 شاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحرب الأخيرة هذه ذكرت تقارير سياسية بأن 7,000 شاب إريتري راح ضحيتها أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الشباب الإريتري يعني يموت في الداخل ويموت في الخارج، بغض النظر عن هل هذه الحروب فعلا هي حروب يعني يستحقها الوطن ويستحقها الأرض، هل بغض النظر عن هذا، لكن إحنا نتحدث عن هموم الشباب. أيضا قضية ساوى ودخول الشاب الإريتري في ساوى وتدريبه بشكل مفتوح، لا رواتب، لا وظائف، لا مستقبل، يبقى الشاب هكذا مستعد لأي لحظة ينادى فيها من أجل القتال. يعني هذا الشاب في الداخل هو يمر بهموم كبيرة، في الخارج ماذا قدم الشعب في الخارج؟ إذن في الخارج يا شيخنا، لا أنا أقول لا، أنا لا أعرف، حتى لا نكون ظالمين، أنا لا أعرف مؤسسة مستقلة مجتمعية للعناية بالشاب الإريتري، أنا لا أعرف ذلك. إذا كان أنت لا تعرف وأنا لا أعرف، وأعتقد الدكتور حسن سلمان الله يمسيك بالخير هو أيضا لا أظنه يعرف، معناها أنه ما في. إذن فيه اهتمامات جزئية كما قلت لك. يعني مؤسسة قائمة على أمر ما من ضمن برامجها العناية بفئة الأطفال والشباب وهكذا. شيخ محمد خلينا نتكلم ضعيف. واقعيين، احنا درسنا في المملكة العربية السعودية وكنا نشاهد معاناة الشباب فتية وفتيات إذا تخرجوا من الثانوية لا يجدون جامعة. لما كبرنا قليلا وشفنا رجال أعمال إريتريين وشفنا مستويات طيبة من الوجهاء وغيرهم، كان بالإمكان أن ينشئوا جامعة. صحيح. يعني بعض الجهات البسيطة والله لما تقارن بقوة علاقة الإريتريين وإمكاناتهم صحيح. المادية والمالية، تجد أنه مع الأسف ما عندنا ولا جامعة واحدة، وهؤلاء عندهم جامعات. صحيح. نعم. الشاب الفلسطيني لا يمكن أن يبقى بعد تخرجه من الثانوية بدون دراسة، لا يمكن. صحيح. طيب نحن ما السبب أنه مع إمكانات التي يعني وهبنا الله إياها، وهل معنى الشخص إذا صار أوروبي أو أمريكي أو كذا أنه لا يسأل عن وطنه ولا يسأل عن شعبه ولا يسأل عن إخوانه وأخواته؟ ما من شخص في أمريكا إلا وله أهل في داخل إريتريا، ما من شخص في أوروبا إلا وله أهل في إريتريا، لا ما من شخص في دول الخليج إلا وله شخص. هل هم غير مسؤولين أمام الله عز وجل عن هؤلاء؟ كيف يا أخي الكريم؟ هو هذا واقع موجود، ويفترض على كل إنسان يعني يعيش في بحبوحة من العيش يفترض ألا يغفل عمن هم موجودون في داخل إريتريا. وأنا أعتقد أنه من الناحية الفردية فيه اهتمام، ولكن نحن لا نريد الناحية الفردية، نحن نريد عمل جماعي يلم شعث الإريتريين كلهم. يعني عندنا مشكلة، يعني المشكلة التي ذكرت لك من قبل
هي المشكلة الأساس في عدم وجود مثل هذه التكتلات وإيجاد جامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بسبب أننا لا نتفق. هذه مصيبتنا نحن، لا نجتمع، يعني لا يكاد نجتمع في مكان ما إلا ونختلف ونتفرق، وهذه أكبر معضلة تجعلنا بهذه الصورة. رغم أنه كما قلت بعض الجنسيات الأخرى أنا أعتقد أنهم كناحية عقلية هم أقل منا، ولكنهم متآلفين أحسنت. متكاتفين. جمعية الجبرتة الله يمسيهم بالخير، نعم، الله يمسيهم بالخير. أعتقد هذه أقوى الجمعيات المتآلفة المتحدة، ربما. أعتقد أنه لديهم ما شاء الله كيان في المملكة العربية السعودية، وكيان في أمريكا، وكيان في أوروبا، وكيان حتى في الداخل لديهم كيان. لكن هؤلاء ماذا أنتجوا لنا؟ ما هذه المصيبة، هذه كيان موجود قائم من سنة 1960، أنا أعتقد 62 أو 69 نسيت، لكنه كيان قديم، يعني بعمري أنا تقريبا أكثر من 50 سنة. مع ذلك أنا لا أكاد أستطيع، يعني أنا حتى الإخوة إذا كانوا يسمعون الآن يعذرونني، لكن أنا الآن لم ألمس شيئا نقول هذا إنجاز إلى الآن، إلا إذا كان هناك شيء. ووحدتهم حتى الآن هو إنجاز شيخ محمد. والله الوحدة إذا ما كان فيها آثار أنا ما فيها فائدة كثير. لا، أنا أقول ربما هم أنجزوا بأسماء أخرى أو شيء من هذا القبيل، لكن مثل هذا يعني حقيقة من جهة يعني نشد على عضدهم ونقول لهم جزاكم الله خير أن ثبتتم على هذه الوحدة هذه السنوات، لكن أيضا في المقابل يجب أن نرى شيئا على الواقع. لو كان عمر الجمعية لو كان 15 سنوات ممكن نقول لا زال، لكن الجمعية لا يقل عمرها عن 50 سنة. في خلال 50 سنة يا أخي يفترض أنه يكون عندنا، لو نركز على جانب معين فقط كنا سننجز، يعني على جانب التعليم على سبيل المثال. يا أخي الشباب، كثير من الشباب يعني بدل، أنا أعرف لهم جهود أنهم مثلا يرسلون في كل سنة 2 3 4 إلى السودان في بعض الجامعات السودانية، لكن أنا لا أريد هذا. أنا الأموال التي تخرج يفترض أنه يكون فيها تعليم على حساب الجمعية. المميزين من أبناء الجمعية يفترض أنهم يعلمون على حساب الجمعية. جميل. هذه الفائدة العظمى. لا ننتقد الجمعية من هنا الآن، نحن نقول نحثهم على أن تكون أعمالهم كبيرة كمقامهم أيضا. نعم. لأن مقام هذه الجمعية في الحقيقة، وندعو كل قبيلة من قبائل إريتريا أن يكون لهم حقيقة جهود في إنشاء جامعات، لأن التعليم هو الذي يغير. الشباب اليوم لا يجدون مقرا للتعليم، وإذا تعلموا يا مشاهدي الأكارم في جامعات أخرى لا تمت لهم صلة بالإريتريين. نحن يجب علينا أن ننشئ جامعا نعلم فيها أبناءنا. لذلك نحن نقدم هذه الرسالة لجمعية الجبرتة ولكل جمعية لها إمكانيات أن تقدم كوصية حقيقة أن يوجدوا جامعة. اليوم الحمد لله الجامعات والقنوات والمؤسسات متيسر، ويعني جمع الكلمة ووحدة الصف الحقيقة لها بركة أولا من الله سبحانه وتعالى. على كل حال يعني انتهت حلقة هذا اليوم وما ناقشنا شيئا، ما زلنا في المقدمة. يعني والله إن الشاب الإريتري في الداخل تعبان، في الطريق إلى خروجه تعبان، وإذا خرج أيضا تعبان، وضعه صعب، وسوف يسألنا الله عز وجل عن هذه الدماء التي ماتت، سوف يسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأجساد التي غرقت في الطريق، سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الشباب الضائع سواء في أوروبا، في أمريكا، في دول الخليج. لن تمر هذه الأمور بغير أن يسألنا الله، ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل قدر المستطاع. مشاهدي الأكارم، توجه إليكم بالشكر الجزيل، ولا أنسى أن أشكر الشيخ محمد عبد الله، وأشكر الإخوة في الكنترول، وأتمنى أن يكون هناك برنامج خاص. أدعو القائمين على برنامج قناة سلام أن يخصصوا برنامجا خاصا بالشباب ومعالجة مشاكلهم، وأن يتواصلوا مع كل شاب موجود في أوروبا وفي دول الخليج، وإن أمكن حتى في الداخل، إن أمكن. إن لم يمكن في الداخل لأوضاع سياسية، فيا ريت يكون هذا الأمر
هو حديثنا. نحن لا نتكلم سياسيا ولا نريد أن نسعى في إسقاط النظام، ليس هذا هدفنا. هدفنا أن نصلح شبابنا، هدفنا كفانا سياسة، كفانا أمور. نحن نريد أن نهذب هذا الشاب ونعلمه، وبعد ذلك هو الذي سيغير بلده بإذن الله. الشاب إذا تعلم وقوي سيغير بلده بإذن الله، لكن أن نبقى نحن هكذا هذا الذي يحزننا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.